ازيكم يا شباب. في بعض الالعاب اللي انت مش محتاج تلعبها. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك عادي، مش لازم تلعبها، يكفي بس انك تتفرج عليه. فالنهارده جبت لكم سلسله من الالعاب المميزه اللي انت لو قلبك جامد تقدر تلعبها، ولو انت مالكش في العاب الرعب او قلبك ضعيف تقدر ان انت برضه تتفرج عليها، لانك هتعرف ليه العاب الرعب ليها ناسها. وقبل ما نبدا الفيديو قول لي انت وصلت لحد فين في الفيديو من كتر العاب الرعب المميزه، واللايكك وسبسكرايبك اللذيذ، ويلا بينا نبدا. ليتس جو. ندخل مع أول اختيار معانا في الليستة، وهي لعبة ديد سبيس. اللعبة من إنتاج الاستوديو العظيم استوديو إلكترونيك آرتس، ونزلت في أكتوبر 2008. وطبعا من النجاح الكبير اللي عملته اللعبة ديت نزل لها كمان ريميك سنة 2023. هي القصة بكل اختصار بتتكلم في القرن السادس والعشرين في سفينة تعدين فضائية بدأ إن هو يكون فيها عطل فني مرة واحدة، فبيظهر معنا بطل القصة إسحاق كلارك، وهو مهندس موجود في الصيانة. وفي أثناء ما بيحاول الطاقم إن هو يحاول يصلح السفينة ويرجعها للمسار السليم، حصل هجوم من الكائنات الفضائية من كواكب أخرى بدأت إن هي تبدأ تقتل الطاقم. ففي المحاولة ديت بدأ إسحاق كلارك في إن هو يبدأ يدافع عن نفسه ويحاول يخرج من السفينة ديت، وكمان إن هو يقضي على المخلوقات ديت. وطبعا كمهندس زي دوت ما معهوش اي اسلحه ان هو يستعملها، فبدا ان هو يدافع عن نفسه بالاسلحه اللي موجوده معاه داخل السفينه. وبالنسبه للجيم بلاي قدم نقله نوعيه من جميع النواحي، لانك بتعتمد في جزء من الاجزاء على انك بتجمع الموارد عشان تبدا تطور اسلحتك وتلعب بيها. زائد كمان انه قدم نظام سلس وممتع في الجيم بلاي يخليك فعلا تعيش الجامب سكير، وكمان تعيش كل لحظات الرعب جوه اللعبه. وكمان الجيم بلاي مش مجرد انك بتضرب وخلاص، انت لازم تعتمد على نقاط ضعف الوحوش عشان تقدر ان انت تنجو في هذا العالم، لان انت هنا في الجيم بلاي الرصاص قليل والموارد قليله، فانت لازم تعتمد على النقط ديت. وبالنسبه للجرافيكس قدم جرافيكس من اقوى الجرافيكس اللي نزل في العاب الرعب، لان هو كان بيعتمد على الصوتيات بشكل ممتاز جدا، وكمان على الجامب سكير. وانا بصراحه من رايي ان اللعبه ديت مش لازم تفوتها، لازم ان انت تجربها دلوقتي، لانها فعلا من افضل الالعاب اللي نزلت في عالم الرعب. وندخل مع تاني اختيار معانا في الليستة، وهي لعبة Until Dawn. اللعبة بكل اختصار بتتكلم عن انت ومجموعة من زمايلك بتقضوا رحلة فوق الجبال، وبتبدأ وسط الرحلة ديت ان يواجهك مجموعة من الوحوش الغريبة اللي انت ما تقدرش تقول عليها ان هي بشر، ولكن بتفضل تطاردك طول اللعبة وتحاول تقتلك انت وزمايلك. وهنا بقى عظمة اللعبة ديت، اللعبة هنا بتعتمد على القرارات، فأي قرار هتعمله في اللعبة ديت هيأثر بشكل تام على قصة اللعبة. فمثلا لو افترضت ان انت حبيت تنقذ الشخصية ديت، فقرارك دوت هيسبب ان الشخصية التانية هتموت، وهكذا. فانا مش هحرق عليك اكتر من كده في اللعبة العظيمة ديت، اسيبها لك لان فعلا هتخليك تلعبها اكتر من مرة عشان تعرف الحقيقة كاملة. ونيجي لتالت اختيار معانا في الليستة، وهي لعبة Alien Isolation. لو انت فاكر ان انت لعبت العاب رعب قبل كده، فهحب اقولك ان اللعبة ديت هتعرفك يعني ايه رعب. اللعبة ديت من انتاج استوديو Creative Assembly، واللعبة نزلت سنة 2014. وقصتها باختصار بتتكلم عن الرائدة أماندا اللي هي بتدور في المحطة الفضائية عن أمها، وهنا المفاجأة إن هي بتكتشف إنها مش لوحدها على السفينة. وهنا المفاجأة الأكبر إن كان في كائن فضائي موجود على السفينة بيقتل أي حد موجود عليها. وهنا الكائن دوت ما بيهزرش، الوحش بيسمعك وبيطاردك من أقل صوت. فهنا فعلا عظمة الذكاء الاصطناعي اللي استعملوه في اللعبة ديت، واللي خلى أي وحش موجود في اللعبة إنه يقدر يجيبك من أقل صوت. فدي نقطة كانت بترعب الجيمرز في اللعبة ديت، لأنها فعلا كانت صعبة على أي جيمر. وبالنسبة للجيم بلاي هنا، الجيم بلاي مش أكشن ومش شغل ضرب نار وكده، لا الجيم بلاي هنا شغل هرب. لازم عليك انك تهرب من الوحش دوت طول اللعبة، لان ما معكش سلاح تستخبى وبتجري، وكمان بتعمل اي حاجة عشان ما تصدرش اي صوت، لان الوحش دوت لو قفشك مش هيرحمك. واللعبة ديت اي حركة قبل ما تنفذها لازم تعمل لها 1000 حساب، لان انت اي غلطة في اللعبة ديت الوحش فعلا مش هيرحمك. اقل صوت واقل حركة هتخليه يطاردك لحد اخر اللعبة. فمش حابب احرق عليك اكتر من كده في اللعبة ديت، وفعلا انت لازم تجربها لان هي فعلا تحفة فنية مش هتتكرر تاني. ونيجي رابع اختيار معانا في الليستة، وهي لعبة سايلنت هيل. اللعبة هنا قدمت حاجة تقدر تقول عليها ان هي ممتعة بصريا، لان هي كانت لعبة قديمة واتعمل لها اعادة اصدار. اللعبة هنا قصتها بكل اختصار بتتكلم عن جيمس اللي كان بيدور على مراته اللي هي ماتت من زمان. وهنا طبعا جيمس بدون تردد بيبدأ ان هو يدور على مراته ديت في مدينة سايلنت هيل.
ومش بس المدن دي بتوريك الوحوش والأعداء اللي موجودين حواليك، لأ كمان بتوريك الوحوش اللي جواك. وبالنسبة للجيم بلاي طبعا مش من نوعية الأكشن التقليدي اللي احنا متعودين عليها، لأ دي لعبة رعب نفسي حقيقي، لأنك بتمشي لوحدك في الضلمة، وكمان الشوارع كلها فاضية مفيش أي حاجة حواليك، ومرة واحدة بتبدأ إن يظهر لك وحوش غريبة تبدأ إن أنت تواجهها. واللعبة دي طبعًا من روايح الألعاب القديمة اللي إحنا مفتقدينها، لإن الألعاب دلوقتي مش زي ألعاب زمان، بتلاقي إن كلّها بتعتمد على الjump scare أو كمان بتعتمد على الأكشن، لأ اللعبة ديّة بتقدّم لك رعب نفسي مرصوص بالقلق والغموض. فحابب أقول لكل واحد لعب اللعبة القديمة زمان وحابب إن هو يعيش نفس التجربة المميزة وأقوى كمان بgraphics أفضل، فأرشّحها له إن هو يلعبها تاني، والgamers الجداد اللي ما لحقوش يلعبوا اللعبة المميزة ديّة أرشّحها لهم وبقوة إن هم يبدأوها دلوقتي. وندخل مع خامس اختيار معانا في الليستة وهي لعبة Outlast. لعبة Outlast ديّة من أكتر الألعاب اللي فعلًا ما أرجحش لأي حد إن هو يجربها، لإن فعلًا عملت عقدة لgamers كتير، فلو أنت من الgamers اللي قلبهم ضعيف أو ما لوش في ألعاب الرعب، فأرجح لك إنك تلعب أي لعبة تانية. والقصة بكل اختصار بتتكلم عن صحفي راح لمستشفى أمراض عقلية بعد ما دكتور بعت له مسج إن هو ييجي يحقق في حوار المستشفى دي، ومن هنا بتبدأ القصة مع الصحفي إنه بيتسلل للمستشفى ديّة وبتبدأ تطارده مجموعة من الوحوش وكمان مجموعة من المجانين في المستشفى دي، وما معكش أي حاجة إنك تدافع بيها عن نفسك غير كاميرا ليلية. فهنا فعلًا الرعب النفسي بيبدأ لما بتلاقي الكاميرا فصلت، كمية الوحوش اللي بتطاردك وكمان كمية الرعب النفسي وكمية الجامب سكير في اللعبة دي مش طبيعية. فالصراحة أي حد حابب إن هو يعيش الرعب بجد لازم يجرب اللعبة دي دلوقتي. وندخل مع سادس اختيار معانا في الليستة وهي لعبة ماديسون. لعبة ماديسون دي من أكتر الألعاب عن تجربتي الشخصية اللي قدمت جيم بلاي في عالم الرعب مظلوم جدا، وتقدر تقول عليها إن هي أكتر لعبة في تاريخ ألعاب الرعب المظلومة ومهدور حقها. اللعبة ديت لما نزلت فعلا عملت نجاح تقدر تقول عليه إن هو ضئيل جدا بالنسبة لقوتها في الرعب، وعدت في قوة الرعب ديت ألعاب كتير جدا زي ألعاب أوتلاست وألعاب زي ريسنت ايفل وسلاسل تانية كتير. وقصة اللعبة باختصار بتتكلم عن شاب اسمه لوكا. الشاب دوت في عيد ميلاده تقدم له هدية وهي عبارة عن كاميرا قديمة. الكاميرا ديت مع أول صورة بياخدها بتبدأ إن هي تحصل له لعنات وأحداث غريبة جدا وغاية في الرعب والتشويق. من هنا بقى بتبدأ القصة إن بعد ما بياخد الكاميرا ديت بيكتشف إنها تبع روح شريرة اسمها ماديسون هيل، ومن هنا بقى بتبدأ القصة إن هو بيحاول إن هو يرجع ويحاول إن هو يهرب من المكان اللي هو فيه. وهنا فعلا هتعيش أسوأ لحظات الرعب اللي أنت ممكن تتخيلها. فاللعبة ديت حابب إن أنت تجربها لو قلبك جامد، ولو أنت قلبك ضعيف بلاش. وندخل مع آخر اختيار معانا النهارده في الليست وهي اللعبة الأيقونية لعبة Resident Evil 7. طبعا لأول مرة في تاريخ شركة كابكوم إن هي تقدر تعمل لعبة في تاريخ Resident Evil لعبة من منظور الشخص الأول، ودي طبعا بعد فشل حصل في الأجزاء اللي فاتت إن هم يعملوا تجربة رعب مميزة، إن هم عملوا ألعاب تحس إن هي ألعاب شوتر، ولكن اللعبة دي رجعت شغف الرعب تاني للجيمرز، وفعلا لعبة من أكتر الألعاب اللي لازم تجربها لأن هي أيقونية ونادرا لما تلاقي حاجة زي دي. اللعبة قصتها بكل اختصار بتتكلم عن إيثان اللي المفروض إن هو بيدور على زوجته اللي ضاعت لمدة 3 سنين، وطبعا مع وجود صوت داخلي جواه بيقول إن هي ماتت وإن هو مش محتاج إنه يدور عليها، لكن هو بيصر في رحلته إن هو يبدأ يدور عليها. وبالأخص بعد ما جات له رسالة منها بتقول إن هو ما يدورش عليها، بدأ إن هو يشق طريقه ناحية الجبال ولقى هناك منزل مسكون غريب، بدأ إن هو يدور فيه على حسب العنوان المذكور ليه. وبدأ من هنا قصته إن هو يستكشف المكان، وبدأت من هنا سلسلة الرعب اللي مش هتخلص. بدأ إن هو يواجه أشياء هو كان فاكرها في الأول بشر ولكنها طلعت وحوش لأبشع الطرق. وبدأ إن هو من هنا يحاول إن هو يهرب من البيت دوت وفي نفس الوقت يدور على زوجته المفقودة. وبتبدأ معاك القصة ديت سلسلة مميزة جدا من الرعب المليان بالجامب سكيرز الكتير وعائلة بيكر اللي هتقابلك في كل مكان. طبعا من هنا قدمت لنا كابكوم تحفة فنية مختلفة جدا عن أي جزء نزلته في السلسلة العظيمة Resident Evil. لعبة مش بتعتمد على الشوتر زي كل الألعاب اللي فاتت،
ومع إن كان في انتقاد لاذع جدًا من اللاعبين قبل إصدار اللعبة ديّة بعد ما عرفوا إن اللعبة هتبقى من منظور الشخص الأول، لكن اللعبة فعلًا لمّا نزلت عملت نجاح فعلًا ما كانش أي حد من الgamers يتوقعه. فمن هنا فعلًا كل الألعاب اللي أنا ذكرتها تقدر إن أنت تقارنها في حتّة، واللعبة دي بالذات هتبقى موجودة في حتّة تانية خالص، لإن ديّة فعلًا أنت هتجربها من هنا هتلاقي نفسك إنك ما لعبتش ألعاب رعب قبل كده، ودي من أول الألعاب اللي أنت هتحبها جدًا. ومن هنا يا شباب يكون الفيديو اللذيذ بتاعنا خلص كالعادة، فأتمنى تقولوا لي رأيكم في الكومنتات إيه أكتر لعبة عجبتكم، وكمان إيه أكتر لعبة حابين إن أنتم تجربوها، ومستني رأيكم في الكومنتات، وأشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. سلام يا رجالة.